مساء الخير على احلى واجمل متابعين اللي دايما في قلبي منورين حبايب قلبي. النهارده جايه لكم باحلى واجمل طاسه كيكه. عملنا كيكه اقتصاديه، الكيكه اللي هي بالميه المغليه بدون لبن بدون بيض. هنعمل احلى واجمل فطار. طبعا دي بتبقى تحفه وجميله في الفطار. لما بنقوم الصبح كده بنلاقيها بتبقى خير ورزق في البيت، بتبقى بركه. بصراحه انا واحده من الناس اول ما بعمل كيكه واقوم الصبح كده احس ان انا مش شايله هم الفطار، واحس ان فيه فطار جميل كده، كوبايه شاي باللبن مع حته كيكه، كده احلى واجمل فطار. يلا بينا بقى هوريكم الجمال والحلاوه دي ازاي. تحفه وجميله وسهله واقتصاديه وما كلفتنيش حاجه خالص. يلا بينا مع بعض. هنا انا عندي بوله جبتها كبيره كده عشان تحت الحاجه بتاعتي. كوبايه ميه مغليه، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، يعني كوبايه دي صغيره، الفانيليا والبيكنج باودر، وكيس فروتي. تمام تمام. هنا المفروض انا احط كوبايه ونص سكر، بس انا ما بحبوش مسكر، فانت هنا تحطي كوبايه ونص سكر مع كوبايه ونص ميه. بس احنا هنحتاج الاول كوبايه ميه واحده، وبعد كده على حسب الدقيق بتاعنا هنشوف هنحتاج النص التاني ولا لا. هندوبهم مع بعض. لازم السكر بتاعنا يدوب جدا. عندك خلاط سهلي على نفسك المشوار واعملي الخطوه دي في الخلاط، ما عندكيش مفيش مشكله. الخلاط بتاعي بعافيه شويه، يعني بوفره على قد ما بقدر، فانا استعملت ايديا. هنا يعتبر نص كوبايه زيت، دي كوبايه صغيره مليتها، يعتبر الكوبايات اللي هي التانية نفس المقادير بتاعت الكوبايه التانية تعايري بيها، يعتبر كوبايه زيت، نص كوبايه زيت قصدي. لازم السكر بتاعي يدوب جدا. اي حاجه حلوه تيجي تعمليها ما تدوبيش السكر، هتلاقيها مقرمشه معاكي كده في تكه سكر كده، وهتلاقي من فوق لون السكر باين. هنا نحط طبعا حاجه حلوه يبقى فانيليا. طبعا اي حلويات بنحب نعملها لازم نحط كيس الفانيليا ده، ما نقدرش نستغنى عنه، بيعمل ريحه حلوه وبيعمل جو حلو في البيت. هنا كيس الفروتي ده عشان نبقى نكهه البرتقال، بحيث يدينا لون وطعم حلو شويه. بس بصراحة كيس الفروتي بيفرق جدا في الكيكة، بالخطوة دي ما تستغنيش عنها. هنفضل نقلب مع بعض كده تقليب مستمر لغاية ما يدينا اللون بتاعنا كده. يعتبر الكيس الفروتي داب معايا خالص، طالما اللون الصفار ده وصل لنا كده يبقى كده داب معايا وبقى زي الفل. هنا هجيب الدقيق بتاعي، كوبايه الدقيق دي يعتبر ربع كيلو، فانا هنا هستعمل نص كيلو دقيق. يبقى المقادير بتاعتنا عباره عن كوبايه ميه، كوبايه ونص ميه، كوبايه سكر، السكر على حسب التحليه على حسب رغبتك طبعا، كوبايتين دقيق، يبقى كده نص كيلو دقيق. الكوبايه 250 جرام يعني ربع كيلو. انا حطيت كوبايه ميه واحده عشان ما تتوهيش مني، حطيت كوبايه ميه واحده، وقلت لما احط الدقيق بتاعي هشوف هحتاج ميه ولا لا. طبعا لازم تقلبي كويس جدا على قد ما تقدري، كل ما بتقلبي كل ما الكيكه بتاعتك ما يبقاش فيها تكتلات كده، وتبقى هشه وجميله، تدخلي فيها هوا. هنا طبعا لقيتها تقيله قوي زي ما انتم شايفين كده، بقلبها بتتقلب معايا بالعافيه، فانا هنا لازم اجيب معايا نص كوبايه ميه اللي انا كنت شايلاها احتياطي، اللي انا قلت لكم عليها، اللي احنا قايلين من الاول يبقى كوبايه ونص ميه، انا حطيت كوبايه واحده وخليت النص احتياطي على حسب الدقيق بتاعي. برضو دافيه مش عايزينها من الحنفيه. دي كيكة المية المغلية زي ما بيقولوا، أنا سميتها كيكة مية مغلية. بجد يا جماعة سهلة وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت قمت الصبح كده فطار، لا بجد حلوة. يعني هتبعتي هتجيبي هتلاقي نفسك بتجيبي بسكوت، هتلاقي نفسك بتصرفي مصاريف تقيلة ملهاش أي لازمة. دي ما كلفتنيش حاجة خالص، ده عبارة عن كيس فروتي، كيس بيكنج باودر، حبة زيت وسكر موجود في البيت، الدقيق، يعني ما كلفتكيش حاجة خالص، لقيتي نفسك بتاكلي أحلى فطار. بصراحة اليوم اللي بعمل فيه كيكة وبقوم الصبح بلاقي فيه طاسة كيكة حلوة كده محترمة، بيبقى يوم جميل حلو كده. هنزل بكيس البيكنج باودر بتاعي. هنا بقى الحاجة السحرية اللي احنا هنحطها دلوقتي بدال البيض، بديل البيض اللي هتخليها هشة وجميلة معانا، ومش كابسة من جوه ولا مكتوبة.
ربع معلقه سحريه البيكنج باودر. طبعا الخطوه دي مهمه جدا. بصي وانا بقلب دلوقتي هتحسي بالفرق وهتعرفي ان الخطوه دي مهمه جدا. اهو بصي الخليط بتاعنا هيزيد وهيبقى عامل لفوق كده زي ما انتم شايفين كده، ولونه هيتغير ويفتح عشان الدقيق بتاعنا هيفور لفوق كده، وهتلاقيها هشت خلاص ودخلها هوا. كده ضمننا ان الكيكه بتاعتنا مش هتبقى كابسه من جوه. لو وصلتي لغايه هنا بقى ما تستخسريش في اختك حبيبتك، تعملي لي اشتراك وتعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو. بصوا بقى احنا عايزين القوام ده. بصوا بتفور، بصوا العجينه بتفور ازاي. بجد 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 يا جماعه كانت سهله وبسيطه واقتصاديه وجميله جدا. جربيها مش هتندمي. انا عمري ما اقولك على حاجه وهقول لك جربيها وبعد كده تدعي عليا وتبقى مش حلوه وتندمي، لا. بجد انا بقول لك الحاجه، انا بقول الحاجات دي لاخواتي وحبايبي، يعني عمري ما هاذيكم ولا هضركم. كل ما بتتفرج على فيديو انا لما بلاقيه ناجح وبلاقيه كويس ليه ما بنزله لكم. الحاجه لو جربتها ولقيتها مش حلوه طبعا ما بنزلهاش لاخواتي وحبايبي وباذيهم. دلوقتي الحاجه غاليه والحاجه مكلفه وحرام، اللي مرضوش على نفسي ما برضوش عليكم. هنا وديتها بقى في الفرن. الكيكه بتاعتنا 45 دقيقه في اي فرن تحطيها. لازم الفرن تبقى سخنه عشان ما تبقاش مكتومه من جوه وكبسه، وتتابعيها 45 دقيقه. ايه رايك بقى في اللون والجمال ده، ولا الريحه ولا الطعم؟ بجد انا ما صدقتش اللي هي اقتصاديه جدا من غير ولا لبن ولا بيض. انا لما شفتها ما صدقتش نفسي بصراحه. سهله وجميله وتحفه واقتصاديه. يا رب تجربيها ويا رب تعجبك، ويا رب يبقى احلى فطار واحلى 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 لايك لو عملتيلي. بص بقى من جوه مش كابسه خالص. طبعا السمك دوت انا عملتها سمك رفيع زي ما قلت لكم عشان عندي اطفال وعايزاها صغيره زي ما انتوا شايفينها كده، رفيعه زي ما انتوا شايفينها كده. انت حطي في طاسه اصغر بحيث اللي هي تبقى اعلى لفوق. يا رب تجربيها ويا رب تعجبك. باي باي يا حبايب قلبي.